بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا لكم مجددا متابعينا الأفاضل في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله دكتور. تكلمنا سلفا عن تكوين المجتمع المسلم وما هي الأسس الثابتة التي بني عليها. لعلنا اليوم نتكلم عن صلاح هذا المجتمع وكيف لنا أن نقوي شوكته. والبداية هنا مع قيمة مهمة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعليقكم على هذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوما نؤكد على أن الإنسان المسلم في تصوره للحياة ينظر إلى مسألة مهمة جدا، وهي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وعلاقته كذلك مع البشر أو مع الناس، مع الخلق. وفي إطار ذلك أيضا يتحدد علاقته مع نفسه. الحديث الذي ذكرته، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحديث يخرجنا من دائرة الفردانية التي للأسف الشديد ابتليت بها الآن كثير من الشعوب، خاصة في إطار الرأسمالية وفي إطار الليبرالية وفي إطار المنظومة العلمانية المتغلبة والتي هي الآن تهيمن على كثير من أخلاقيات الشعوب. الإسلام لا يجعل الإنسان فردا يعيش لذاته، وبالتالي يخرجه من دائرة الأنا، ويخرجه من دائرة الفردانية، ويخرجه من دائرة أن يكون شخصا معزولا لا علاقة له بالآخر. ولكن يعلمك الإسلام ابتداء بأن العلاقة مع الله تقتضي علاقة إيجابية مع خلق الله، ومن خلال حب الله تحب خلق الله. دي أهم قاعدتين في الموضوع. وبالتالي يجعل من قضية حب الخير للناس جزء من الإيمان. يعني هي جزء من الإيمان، أنك ما تحبه لنفسك تحب لنفسك البقاء والحياة والخير والنجاة، وأن تكون غنيا، وأن كل هذه المعاني اللي يرغب فيها كل إنسان. يجعل دائرة الإيمان هو إرادتك للخير كما تريد الخير لنفسك، يجب أن تريده للناس. فهذه المسألة، خاصة هذا الحديث يعتبره الحديث المهم جدا في إطار محاربة الفردانية في المجتمع المسلم. بس كيف لهذا علاقة مع حب الإنسان لربه أو الإيمان بشكل عام؟ حب الإنسان لربه طبيعة الحال سيحب الأوامر الخيرة من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرك بأن تحب خلق الله عز وجل، وتتفاعل معهم بشكل إيجابي، وأن تتعامل معهم بما هو خير، ولا تتعامل معهم بما هو شر. فأنت من هذه الزاوية حبك للخلق وإرادة الخير لهم يصف في محبة الله. ومحبة الله كل ما زادت أيضا زادت معها إرادة الخير للناس. فهي عملية عملية متكاملة ومترابطة وتعود بعضها على بعض. كلما زاد الإيمان زاد حب الخير للناس، وكلما زاد حب الخير للناس بطبيعة الحال ارتقيت إلى مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، مما ينفي الفردانية التي ذكرها. نعم. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ما تفسير هذا، أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؟ هذا حقيقة من الأحاديث العظيمة جدا التي أولا تجعل مدار أمر الإنسان وما ينبغي أن يجعله هما في حياته هو كيف أنه يزحزح من النار ويدخل الجنة. يعني هذه القضية الأساسية التي تشغل بال الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جميل. فالذي يعيش هذه الحياة المغرورة أو يعيشها بغرور، هذه الحياة التي تخدع كثير من الناس، ولا يلتفت إلى معنى الفلاح الذي ذكر في الآية، ولا يلتفت إلى معنى الزحزحة التي وردت في الآية، وكأنما الإنسان قريب جدا من النار والعياذ بالله، ولكنه يقترب شيئا فشيئا من الجنة عن طريق الزحزحة من خلال الأعمال. يعني أنت كأنما قريب من النار إلا بالنجاة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كأنما أنت في خسران، ولكن استثني من هذه الخسارة من اتصف بصفات معينة: آمن بالله، عمل الصالحات، تواصى بالحق، تواصى بالصبر. وبالتالي هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح. فالقضية الأولى في هذا الحديث أولا هم الإنسان أن تكون همه هو كيف ينجو عند الله سبحانه وتعالى. النجاة حددت من خلال الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وفي أحاديث أخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: كيف الإنسان ينجو عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال: تصلي وتصوم وتحج وتزكي، ثم ذكر نهاية الحديث: وأن يأتي إلى الناس. طبعا هذا الحديث يكاد يكون وجه آخر للحديث السابق، وهو إذا أردت أن تكون من أهل الجنة، لا بد في تعاملك مع الناس ومع خلق الله سبحانه وتعالى أن تتعامل بقاعدة مهمة جدا. هذه القاعدة مفادها: في كل قضية من القضايا اسأل نفسك كيف تريد أن يتعامل معك الناس في هذا الموقف. أنت تحب أن يتعامل معك الناس باحترام، بتقدير، بأمانة، بصدق، أليس كذلك؟ يعني هذه كلها أنت دائما، أو كل إنسان يحب من الطرف الآخر أن يعامله بأفضل ما يكون. فالحديث هذا يقول لك: يا أخي أنت أيضا تعامل مع الناس بنفس الطريقة التي تحب أن يعاملونك بها. طبعا لو أن كل واحد منا تعامل في كل موقف إنه والله أنا في هذا الموقف، مثلا تعتبر نفسك واقف في الصف، لا تحب أحد يتجاوزك، ليس كذلك؟ تحب إنه كل واحد يأخذ فرصة مكان. طيب، ولكنك أحيانا أنت تحاول أن تتجاوز الناس. هذا السلوك الذي نحن نحب دائما الاستقامة، ونحب الخير، ونحب أن يعاملون الناس بالإحسان وبالاحترام وبالتقدير، لكن لما نحن نتعامل مع الناس لا نعاملهم بنفس القاعدة. فهذا الحديث ضابط في هذه المسألة، أنك والله إذا أردت أن تكون من أهل الجنة اضبط حياتك كلها بقاعدة أني أتعامل مع الناس كما أحب أن يتعامل مع الناس أحب أن يتعاملوا معي بالتقدير، وأعاملهم بالتقدير، بالاحترام، بالصدق، بالأمانة. لا أحب أحد أن يغشني، يجب أن لا تغش الناس. لا أحب أحد أن يأكل مالي، لا تأكل مال الناس. لا أحب أحد أن يتعرض لعرضي، يجب أن لا تتعرض لعرض الناس، وهكذا. يعني كل موقف أنت تريده من الناس افعله في نفسك أولا، افعله في نفسك. نفس الحديث اللي هو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جميل. كيف لهذا أن يكون سبب في صلاح المجتمع؟ صلاح المجتمع، تصور لو أن كل إنسان بعيدا عن الشرطة وبعيدا عن أي إجراءات قانونية، لو أنك فقط بالقاعدة الأخلاقية، هذه قاعدة أخلاقية، إنه والله انتظر من كل شخص شيء معين، وأنا في مكان ما، انتظر التقدير، انتظر الاحترام، انتظر الصدق، انتظر الانضباط، انتظر والله التزام القوانين، انه الناس والله يأخذ كل ذي حق، هذا ما انتظره، مش كده؟ طيب، عامل الناس بنفس هذه الطريقة. يعني مثلا أنت تحب انه والله أن يحترم الناس أبنائك ولا يتعرضوا لهم ولا يؤذونهم. طيب، انظر كيف تتعامل أنت مع أبناء الناس، وهكذا. فإذا كان الناس انضبطوا في كل قواعدهم الأخلاقية بهذا النوع، لاحظ حجم ما يمكن أن يكون في الخير في المجتمع. بلا شك دوائر الشر ستضيق ودوائر الخير ستتسع، وحينها، وهذا المهم جدا في المجتمعات. يعني المجتمعات لن تنضبط بالقوانين فقط، ومخطئ من يتصور بأن والله الضابط الأساسي يجب أن يكون القوانين. لا، القوانين لا تنظم إلا ما هو خارج دوائر الأخلاق، لكن ابتداء يجب أن ينضبط الإنسان دوائر الأخلاق، دوائر القيم، منظومات الخير. إذا كان والله هنالك من يريد أن يخرج عن هذه المنظومات، يجب أن يطاله القانون.
هذا هو الوضع الطبيعي في الحالة البشرية. لكن عندما نجعل حياتنا كلها والله خالية تماما عن الرقابة الإلهية وخالية تماما عن الضمير الإنساني الداخلي أو الرقابة الذاتية، فالإنسان عنده أكثر من رقابة. عنده ابتداء الرقابة الإلهية هي أعلى أنواع الرقابة، وهو أنه يراقب الله، يخشى الله، يخاف الله سبحانه في كل خطوة من خطواته. الأمر الثاني يراقب من داخله أيضا، وهذه الرقابة قد تكون المؤمن ينطلق فيها من زاوية أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشاه، وغير المسلم ينتقل فيها أحيانا من دوائر العيب، أن ينظر إلى أنه هذا لا يليق به، حتى أحيانا لا يليق به إنسانيا، يعني أنه لا يليق أخلاقيا بالإنسان، أنه والله أن أنا أريد من الآخر الاحترام وأنا لا أحترمه، أريد من الآخر التقدير وأنا لا أقدره، أريد من الآخر أن لا يتعامل معي بالعنصرية وأنا أتعامل معه بإيه؟ بالعنصرية. هذه إشكالية كبيرة جدا. وبالتالي المجتمع لا يمكن أن ينسجم إلا بالانضباط بدوائر الأخلاق، والأخلاق فاصلة بشكل كبير جدا ما بين المجتمعات التي يعني تحكمها الحالة الأخلاقية وما بين المجتمعات التي فقط والله تريد أن تتعامل بالنواحي القانونية. أحسن الله إليكم. لدينا كذلك قيمة مهمة وردت في شريعتنا في باب صلاح المجتمع، وهي اجتناب ظن المرء بأخيه سوءا، وكذلك التجسس. ومن ذلك ما جاء في محكم تنزيله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. طبعا مسألة الظن، عندنا طبعا العلم وعندنا الظن وعندنا الشك، هذه كلها مستويات فالعلم هو إدراك الحقيقة، والظن هو الاحتمال الغالب، والشك هو استواء مستوى الطرفين، يعني الشخص يكون متساوي عنده. لكن أحيانا في القرآن الكريم نلاحظ أن الظن من ألفاظ الأضداد إن صح التعبير، يعني هي أحيانا تأتي بمعنى الظن الغالب، وأحيانا تأتي بمعنى اليقين. يعني مثلا الله سبحانه يقول: يظنون بالله غير الحق، الذين يظنون كذا، يعني يظنون أنهم ملاقو ربهم. هنا الظن ليس بمعنى الرجحان، لا، هنا هو بمعنى اليقين. فأحيانا كلمة الظن في القرآن الكريم اصطلاحات القرآن تجدها بمعنى إيه؟ اليقين فيه. وبالتالي هذه عموم في اللغة العربية هذا النوع موجود، موضوع الأضداد، اللفظة تحتمل هذا وتحتمل هذا. يبقى الفارق انت تقراها في السياق، في هذا السياق تعني اليقين، في سياق آخر. فهنا في الآية، آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هنا يتكلم عن اليقينيات، ويتكلم عن ما يغلب على الإنسان. لا يتكلم عن اليقين، لا يتكلم الإنسان بيقين، ولكنه يتكلم عن شيء غالب أو جميل. يحسبه كذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأخذ العلماء من هذه المسألة مسألة تحريم سوء الظن، أن الإنسان عليه ألا يظن بالناس السوء، فاقترنت مسألة الظن بسوء الظن، في حسن الظن وفي سوء إيه؟ في الظن، باعتبار أن الظن هنا مستوى طرفين الآن، يمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون إيه؟ سيئا. فالظن الحسن أن تظن بكل مسلم الخير، الأصل فيه كذلك حتى يثبت لك العكس. فأن تظن فيه أنه والله يقيم الصلاة، وأن تظن فيه أنه يصوم، ما دام أنه أعلن شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الأصل فيه حتى يثبت إيه؟ العكس. لا يثبت العكس. لكن بعض الناس والعياذ بالله يحاول والله يعتمد قاعدة سوء الظن في كل شيء، فيتحول إلى شخصية أمنية كما يقول رجل الأمن دائما الأصل عنده إيه؟ الشك. يعني هو هذه طبيعة عمله، طبيعة مهنته، إنه والله هو يبحث عن الخفايا ولا يبحث عن الظواهر. الظواهر هذه ليست مهمته، مهمة رجال الشرطة مثلا، لكن رجال الأمن يعملون دائما في المناطق إيه؟ فيتحول بهذا الشكل. إذا أعملنا قاعدة سوء الظن معنا المجتمع كله يتحول إلى رجال إيه؟ رجال أمن. وليس هذا هو المطلوب في المجتمعات. في المجتمعات المطلوب هو أن الناس تحسن الظن ببعضها، ويبقى هذا الأصل، والخارج عن هذا هو الذي يعلن ويشهر ما هو خلاف ذلك. فإذا أشهر الإنسان عن وضعه بأن يكون شخص والعياذ بالله فاحشا، أن يكون بذيئا، أن يكون تاركا للصلاة، أن يكون مثلا منتهكا للأعراض، سارقا للأموال، ويشتهر بذلك، فهذا وضعه من السذاجة أن تظن به إيه؟ أن تظن به ظنا حسنا، أنه خلاص هو أعلن عن نفسه.
الآية الكريمة هنا تعلمنا أننا والله يجب أن نحسن الظن بأهل الإسلام ونحسن الظن بالناس، وأن لا نعاملهم إلا بظواهرهم حتى يثبت لنا حتى يثبت لنا العكس. ثم قال ولا تجسسوا، وكأنما سبحان الله هنالك ربط ما بين التجسس وما بين سوء الظن. نعم. بعض الناس عندما يسيء الظن بك يبدأ بعد ذلك في التتبع ليثبت النظرية التي عنده أو ما ترسخ عنده، يحاول، لأن سوء الظن أحيانا قد يكون موقفا شخصيا، ولكن إذا أراد هذا الشخص أن يحول هذا الموقف إلى موقف عام لا بد أن تكون له أدلة، فيبدأ في التتبع وفي التجسس. لاحظت؟ فيبدأ في البحث عن الأسرار الخفية، والبحث عن العورات، والبحث عن محرمات، أو البحث عن خصوصيات ما أباحها الله لك. الله سبحانه وتعالى ضرب الحجب على الناس، كثير من الناس ساترهم الله سبحانه وتعالى بستره، ولم يكلفك الله سبحانه وتعالى بأن تنقب عن هؤلاء العباد إيش وضعهم، طالبك الله سبحانه وتعالى أن تعاملهم بظواهر ما هم عليه، أن الأمر في النهاية إليه جل جلاله، يعني المحاسب والرقيب والحفيظ وما يطلع على هو الله سبحانه وتعالى. نحن أمرنا بظواهر الأشياء. فهنا كأنما أن بعض الناس يسيء الظن ثم بعد ذلك يحاول أن يتتبع، وتبقى عنده هذه مشكلة أنه والله سوء الظن وغلبة سوء الظن على الناس، يبدأ بعد ذلك في محاولة تجميع أكبر قدر من السلبيات حتى يحاول أن يثبت ما توصل إليه من وهم أو من شك. جميل. قوله أن بعض الظن إثم، البعض الآخر هو الظن الحسن بالناس يعني، أو هنالك بعض من الظن السيء لا يؤثم عليه. هو الآية كأنما تثبت بأنه في بعض الظنون صحيحة، بعض الظنون السيئة، بعض الظنون يعني. نعم بعض الظنون أنت صحيح أنك، لكن كأنما يقول لك والله كثير مما يظنه الناس ليس حسنا، وبالتالي لما كان الأمر للغالب والحكم للغالب قال لك والله اجتنب سوء الظن، اجتنب سوء الظن. جميل. جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. نرى أن هنا أكثر من نهي نهينا عنه، ومنه إساءة الظن والتجسس، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على ما ورد سابقا. نعم. الأحاديث طبعا بطبيعتها كما قال الإمام الشافعي، يعني كل الأحاديث هي بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وكتاب الله سبحانه وتعالى في مجمله هو التعريف بالله عز وجل وأحكامه ومراده، يعني في النهاية الأمر كذلك. فهنا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى نهى عن سوء الظن، ونهى عن التحسس، نهى عن التجسس وسوء الظن. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذه المعاني بقوله كونوا عباد الله إخوان من خلال إيش؟ كيف نكون عباد الله إخوان؟ لا تجسسوا ولا تحسسوا ونجتنب سوء الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لأن الإنسان عندما يبني كل قضاياه ومواقفه على الظنون التي لا بينة فيها ولا حقائق لها، فإنه سيتحول إلى شخص ينقل مجموعة من الأكاذيب. نعم. بعد فترة حتى تسقط عدالته، لما يبقى الإنسان دائما كل مرة أنت تنقل قضية ظنية وليس لك فيها يقين وليس لك فيها بينة، بطبيعة الحال في النهاية سيتحول الشخص إلى ناقل كذاب، ويمكن يصل إلى أن يوصف بهذه الصفة ويقال بعد ذلك فلان أقواله ساقطة أو كلامه ورواياته ساقطة أو حديثه لا يصدق وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نتحرى الحقائق، وأن نتحرى الميدان الذي نعمل فيه، نتحرى فيه كل ما هو صحيح، ونتجنب القضايا التي نبنيها على الظنون وعلى الأوهام وعلى الشكوك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس والتحسس. هذه طبعا من الألفاظ اللي متقاربة جدا، ولكن القرآن جاء باللفظتين، بلفظة ولا تجسسوا ولفظة اذهبوا فتحسسوا. عندنا في سورة يوسف التحسس، وعندنا في سورة الحجرات التجسس. نعم. التحسس أمرنا به، مش كده؟ في آية أو أمر يعقوب عليه السلام أبناءه أن يتحسسوا، ولكن الحديث جاءنا بالنهي عن التحسس. لاحظت؟ نعم. والحديث قال لا تحسسوا ولا تجسسوا. نعم.
طيب، وكأنما بينما في التجسس ما جاءنا استثناء، يعني ما وجدنا من يقول لنا تجسسوا. نعم. لكن يعني ما في شيء واضح. ما في شيء. نعم. طيب، كأنما هنا كل تجسس منهي عنه، كل تجسس منهي عنه في الأصل هكذا، يعني أن الإنسان لا يعمل على البحث عن العورات المستورة، وهذه كلها أحكام طبعا أحكام داخل المجتمع المسلم. نعم. لا نتكلم نحن الآن عن أحكام التجسس في الحربيين، هذه قضية أخرى، أهل الحرب لهم أحكامهم المختلفة بطبيعة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنه والله داخل المجتمع المسلم يجب أن لا يحصل التحسس والتجسس. على كل موضوع التحسس والتجسس منهم من اعتبر المفردتين شيئا واحدا، إنه والله التحسس والتجسس شيء واحد، ولكن الحديث على كل نص على الأمرين، وبالتالي الأفضل أن تحمل اللفظتين على أمور مختلفة. فمنهم من قال التحسس يكون في الأخبار، والتجسس يكون في يعني لما قال يعقوب عليه السلام اذهبوا فتحسسوا، نعم، أي ابحثوا عن أخباره، ابحثوا عن أخباره. والتجسس شيء مختلف في في معناه، وكأنما يكون فيما يتعلق بالأشياء المستورة، القضايا المستورة والقضايا الخفية. ومنهم من قال إنه والله التجسس يكون في الأقوال، أو التحسس يكون في الأقوال والتجسس يكون في الأفعال. ومنهم من قال التحسس يكون بالنفس والتجسس يكون بالغير. على كل هذه كلها معاني واردة في السياق الذي فسرت به هذه الأحاديث، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينهى عن التحسس وينهى عن التجسس. ومنهم من قال إن والله التحسس يكون بالحواس، فهو أعم من التجسس، لأن التجسس قد يكون بواحدة من هذه الحواس، قد يكون بالعين مثلا، الإنسان يتجسس بعينه، وقد يكون التحسس سمعا والتجسس بصرا. كل هذه المعاني على كل واردة في فهنا نلاحظ أن التحسس أو التجسس كلاهما جاء الحظر والمنع فيهما عندما يكون الأمر متعلق بأمر مستور لا يجب على الإنسان كشفه، وليس مطلوبا منه أن يكشف هذه الأشياء المستورة، ثم أيضا يبحث عنها على سبيل العيب، وعلى سبيل كشف المستور، وعلى سبيل الفضائح كما يقولون. لكن إذا قام الإنسان بالتحسس لإخوانه، لا أقول التجسس، لكن بدأ يتحسس أحوال إخوانه وزملائه وظروفهم وأحوالهم، خاصة في الأزمات التي تلم بالناس، وكثير من الناس عندهم العفة، ويقوم الإنسان يتحسس أحوال إخوانه، أحوال أقاربه. فالتحسس هنا ستلاحظ بأنه له معنى إيجابي، التحسس له معنى إيجابي. أنت مطلوب منك أن تتحسس أحوال والديك، تتحسس أحوال أقربائك، تتحسس أحوال أصدقائك، هل يحتاجون شيئا، هل يحتاجون مساعدة. ويمكن لهذا الاتجاه يكون يفهم منه التحسس الإيجابي الذي ربما يدخل معنا فيما قاله نبي الله يعقوب عليه السلام اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. شكرا لكم دكتور حسن. متابعينا الفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم، كونوا على مقربة. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000.
عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير، والعودة مع الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. لو انتقلنا في موضوع إصلاح المجتمع إلى باب ترك الحسد والاستعاذة من شر الحاسد. إذا حسد، نجد أنه قد ورد عن ربنا عز وجل في محكم تنزيله: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر حاسد إذا حسد. فما هو الحسد وما أثره على المجتمع؟ الحسد من الصفات المذمومة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومؤداه موضوع الحسد هو يعني أن الإنسان ينظر إلى نعم الله تبارك وتعالى على الغير ويتمنى زوالها. نعم، يتمنى زوالها. هذا التمني للزوال أحيانا قد يكون الله يتمنى زوالها من الطرف الآخر وأن تأتي إليه، تكون عنده هو. هذا مفهوم الحسد. أو يريدها أن تزول من الآخر ولا يلزم أنه تأتي إليه، هذا أسوأ طبعا. أيه. الذي يتمنى أنه والله تزول وتأتي إليه هذا علق الراغب في أنه هو أناني، صح، له مبرر. لكن الذي هذا النوع السيء أنه الله يتمنى زوال النعم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي خطورة هذا النوع من السلوك والعياذ بالله، السلوك الإنساني، أنه اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى الذي قضاه بين عباده. فالله سبحانه وتعالى أنعم على خلقه، أعطى فلان أبناء وأعطى فلان أموال وأعطى فلان الصحة وأعطى فلان كذا، وزع الله سبحانه وتعالى النعم بين الخلائق. ونادرا ما تجد شخص والله جامع بين كل هذه النعم، لا بد أن تكون له نقطة معينة من ضمنها طبعا ما لا يراه الناس، اللي هي الطمأنينة والسكينة والرضا وكذا. هذه من النعم التي ربما يغفل عنها كثير من الناس. هو قد يركز كثير من الناس في المرئيات الماديات، فيبقى الإنسان أحيانا حسده مصف في هذا الاتي. لكن والعياذ بالله بعض الناس قد يذهب حتى في يرى الناس ما عندهم شيء، ولكن مع ذلك يحسدهم في تماسكهم، يحسدهم في سلامهم الاجتماعي، يحسدهم في أسرتهم المتماسكة المترابطة المتحابة. فهو كل شكل من أشكال النعم بالنسبة له إشكال. ولذلك هذا والعياذ بالله يتعارض مع مفهوم الإيمان، يتعارض مع مفهوم قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، يتعارض مع مفهوم الرضا بما كتب الله عز وجل. فمفهوم القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان يتعارض مع موضوع الحسد الذي هو التمني زوال النعمة من خلق الله تبارك وتعالى. جميل. ما أثره على المجتمع؟ آثاره كثيرة جدا. يعني هو ابتداء أول الأثر أن الحسد يحرق صاحبه والعياذ بالله. يعني تجد أن الحاسد يعمل فيه الحسد في جسده قبل كل شيء. الحاسد لا يكون مستريحا لأنه قلق ومشوش ومضطرب ومتوتر باستمرار، ويفكر في الآخر، لا يفكر في نفسه، لا يفكر في أنعم الله تبارك وتعالى وأن يستجلبها من الله بالدعاء. فالحاسد يحرق نفسه. فأول فيه علة الجسد والعياذ بالله. الأمر الثاني، الحسد يحرق الحسنات. هذا الذي يحسد خلق الله سبحانه وتعالى عنده خلل في الإيمان، وبالتالي له خلل كذلك في تصوراته وخلل كذلك في ممارساته. النقطة الثالثة، هذا الحاسد أحيانا كثيرة جدا لا يكتفي فقط بأن يكون حاسدا، ولكنه يحرص كذلك أن يخطو خطوات. الخطوات الأولى غالبا تبدأ بأن يكون نماما مثلا، أن يكون مسيئا للظن، أن يكون متحركا بين الناس بالسوء، وهكذا ابتداء يبدأ في الأقوال. يخطو خطوة ثالثة وهو أنه قد يدخل في الأفعال. والأفعال هنا قد يفكر في سرقة ما عند الآخر مثلا، عند الآخر أموال يفكر في أن يسرقها وينهبها. أحيانا والعياذ بالله يصل به الأمر إلى مستوى أسوأ، وهو أنه لا يتعرض فقط بالنعم التي حول الإنسان، يقول والله هذا الشخص يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. هنا طبعا إشكالية كبيرة جدا في أن الحسد كيف ينمو. وهنا طبعا أنا أحب أن أضرب نموذج بسيط جدا. انظر إلى كيف في بيت النبوة يعقوب عليه السلام، كيف أن أبناءه أخذهم الحسد من حب يعقوب ليوسف عليه السلام. جميل. لاحظ بدأ المسألة باتهام الأب بأنه يحب ابنه. لو سألنا أي عاقل الآن أين الجريمة في أن الأب يحب ابنه؟ وهل الحب أصلا يمكن أن تحاكم فيه إنسان؟ لاحظت؟ يعني المحاكمات تكون دائما في الأشياء السلوكية العملية. على كل إنهم أول شيء اتهموا والدهم بأنه يحب يوسف. الأمر الثاني اتهموا جرموا يوسف بأنه يحبه أبيه.
ثم حكموا بعد ذلك على هذا الوالد، حكموا على هذا الابن الذي يحبه والده. فكانت المحكمة أن يوسف يجب أن يبعد عن والده ولو بقتله، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ثم تصوروا بأن والله هذه النتيجة يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهذه كلها تصورات خاطئة بدءا وانتهاء، تصورات خاطئة منذ البداية إلى نهاية إلى نهاية الأمر، اللي أدى في نهاية المطاف إلى أن يرمى يوسف عليه السلام، أن يكذبوا على والدهم، أن يعيش والدهم لسنوات طويلة جدا وهو يعاني معاناة كبيرة جدا في انقطاع موضوع يوسف، وهكذا. فعلى كل الحسد يفعل الكثير في الناس. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا يوضح كيف أن الحسد ذنب يستنزف من حسنات المرء. بطبيعة الحال هذه الخطوات التي ذكرناها كلها تستلزم ذنوبا، نعم. لا تستلزم حسنات، يعني إلى الفعل الأخير. الفعل يعني ابتداء أنت عندك مشكلة مع الله في تقديره لمقاديره حول خلقه، لماذا أعطى فلان وحرمني؟ فأنت هنا لا تعترض على شخص، ولكنك تعترض على الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الاعتراض سيتم عليه أعمال، وهذه الأعمال نفسها أيضا ستكون فيها ذنوب. فهكذا يعني أنت دائما في إشكال، ولذلك يعني تتجاوز مرحلة كسب الحسنات إلى مرحلة كسب السيئات، اللي في نهاية المطاف قد تفعل فعلا والعياذ بالله يكون فيه يعني شقاء أبديا، خاصة كمن يقتل أو كمن يقع في جريمة ربما أو كبيرة من الكبائر تنتهي به إلى. ولذلك الأفضل في مثل هذه الأشياء هو محاربتها في مبتدئها، لأنها إذا توغلت في النفس البشرية فإن الحرب قد تكون صعبة جدا. ولذلك نحن ننصح بأن الإنسان إذا شعر من نفسه هذا السلوك وهذه الروح الشريرة، وهي نفس بلا شك نفس شريرة، عليه أن يحاربها منذ بدايتها، أن يستعيذ بالله من الشيطان، أن يعمل على نقاء النفس، أن يتصل بالله سبحانه وتعالى، أن يصرف عنه هذا، أن يذهب في اتجاه دائما أن هذا الشخص الذي أنعم الله عليه ويدعو الله أن ينعم عليه ما أنعم على أخيه، دون أن يتمنى زوال الأمر من الآخرين. أحسن الله إليكم. ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد شرار الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. والواضح من هذا الحديث أنه النمام. فما قولكم في هذا؟ موضوع ذو الوجهين قد لا يكون النمام، وقد يكون شيء آخر، وقد يكون منه النمام. نعم. خلينا نقول بأنه نذهب إلى تفسير الإمام النووي عليه رحمة الله لما وقف عند هذا الحديث، اعتبر ذو الوجهين هو المنافق. لكن يقول يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء. أي نعم، هو سيأتي ذلك. المنافق مشكلته أنه يأتي مع أهل الإيمان فيقول آمنا، ويأتي إلى الكفار فيقول إنا معكم إنا مستهزئون، يعني نحن نستهزئ بأهل الإيمان، لكن في حقيقة الأمر نحن نحن معكم. فهو يأتي إلى هؤلاء بوجه ويأتي إلى هؤلاء بوجه. ده إذا اعتبرناه المنافق خالص النفاق. جميل. في نوع آخر نفاقه عملي وليس نفاقه اعتقادي، فهو مسلم من أهل الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا، ما عنده إشكال في ذلك، فهو لا يضمر الكفر، لا يضمر. لكن مشكلته عندما تكون هنالك مجموعات من الناس متباينة، وقد يكون في صراع مصالح وقد اختلافات وكذا، فهو يأتي إلى هؤلاء ويكون معهم ويتبنى كل أطروحتهم كما يقول، ثم يذهب إلى هؤلاء الطرف الآخر وهم مختلفين ومتناقضين بغض النظر إيش شكل الاختلاف، هل في أمر الدنيوي أو في أمر يذهب إلى الطرف الآخر ويتبنى سرديتهم، فيكون مع هؤلاء بوجه ويكون مع هؤلاء بوجه. هنا النمام إشكاليته أنه يسعى بالنميمة بين الناس على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد. أما هذا صاحب الوجهين أحيانا قد يكون همه كل حماية نفسه من دفع ضريبة الصدق وضريبة المواقف الواضحة، يعني بعض الناس لا يحتمل هذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا النوع من البشر مشكلة، لأن الإسلام يريد من الشخص أن يكون شخصا قويا، شخصا صادقا، شخصا يتحمل مسؤوليته، شخصا يدفع ثمن ما يؤمن به.
سواء كان ما تؤمن به تصورات، عقائد، مواقف، مبادئ، غيرها، أو حتى مواقف معينة أنت تريد أن تقفها، يجب أن تدفع ثمن الموقف الذي أنت تؤمن به. بعض الناس لا يتحملون ذلك. فهنا طبعا خلينا نفرق بين أنه والله هنالك بعض الناس الطيبين الذين يحبوا أن يعيشوا مع الجميع على حالة واحدة، لا يريد أن يفقد أحد. هذا مقبول إذا كان الشخص والله ليس هنالك محرم يرتكب، بل ليس هنالك أقوال باطلة يتم تبنيها وهو يسكت عنها، هذا ما في إشكال في إطار مساحات المجاملات. لكن إذا كان والله هنالك حق وباطل، لاحظت هنالك حق وباطل، يجب أن يكون موقفك واضح، أن تقف وتنحاز إلى إيه؟ إلى صف الحق. فمسألة ذو الوجهين قد يكون الشخص فيها نماما، بحكم أنه فيها أيضا يمكن الشخص أن ينقل أقوال، لكن إشكالية ذو الوجهين أنه لا موقف له واضح، ولا يتمنى أطروحة تحمله مسؤولية، فهو يريد أن يكون زي ما يقولوا سيف سايد، يعني كده خارج المسؤولية. جميل. ولكن قول في الجزء الثاني من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء، هل له تفسير غير النمام؟ يأتي هؤلاء بحديث، هذا صح، هذه الرواية صحيح، هذا النمام، هذا النمام يأتي هؤلاء. جميل. نعم. وخصوصا إذا أراد الإيقاع بينهم، إذا أراد الإيقاع بين الطرفين يأتي إلى هؤلاء، ينقل كلامه إلى هؤلاء وينقل كلام هؤلاء، وهو يدرك أن بين الطرفين مشكلة، فهو يحاول أن يؤجج يحاول أن يؤجج بين الطرفين. جميل. في نفس الباب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يدخل الجنة قتات، وقال الأعمش أن القتات هو النمام. هل يؤخذ هذا الحديث بمعناه الحرفي الواضح؟ هذا النوع من الأحاديث عموما هي أحاديث الوعيد، يعني بعض السلف ذهب إلى أن نترك الأمر على ما هو عليه كما ورد عن الشارع، حتى لا نحاول أن نبسط المخالفات للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، قلها للشخص أن النبي قال لا يدخل الجنة قتات. لكن بطبيعة الحال عندما يتناول أهل العلم هذا النوع من الأحاديث يجمعون كل الأحاديث وكل العقائد وكل التصورات التي لها علاقة بمسألة الجنة والنار ومسألة الوعيد وأحاديث الوعيد وكيف يتم تعامل الإسلام مع أهل الوعيد وموضوع الكبائر وأن أهل الكبائر لا يخلدون. كل هذا يستصحب معنا عندما نتكلم في هذا النوع من الحديث. لكن خلاصتها أن الإنسان الذي هو صاحب وعيد من الله سبحانه وتعالى فإن الخطر يقف على مشارفه، وأن عند حساب السيئات سيكون هذه النميمة أو هذا القتات هو جزء من سبيل المجرمين والعياذ بالله والسبيل إلى النار. وبالتالي أنت نمامة يمكن أن تسلك سبيل المغضوب عليهم، يمكن أن تسلك سبيل الضالين. المهم السبيل الذي تسلكه لا يؤدي بك إلى الجنة ولكنه يؤدي بك إلى النار. أما المنتهى الأخير كما نعرف نحن موضوع الجنة والنار له علاقة بالميزان الأخير، وهو كفة الحسنات وكفة السيئات. ومنهم أيضا من حمل هذا النوع من الأحاديث بأن ابتداء لا يدخل الجنة مباشرة. القتات هذا النوع من الناس الذي وظيفته هكذا ويعمل في هذه قد يكون ابتداء لا بد أن يدخل النار، ثم يمكن بعد ذلك أن يخرج منها باعتبار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جميل. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. الله يجزيكم. تابعينا الأفاضل في كل مكان، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. باسمكم جميعا أكرر الشكر والتقدير لضيفي فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لكم. أهلا وسهلا. الله يجزيكم الخير. حياك الله. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. نلتقيكم في نفس الموعد من كل أسبوع، دمتم بود.